بسرعه كده هقول لك ازاي تقدر تفك شفره اليوم. تمام. فزي ما انتم عارفين كده انا بقيت انزل لك شكل الكروت بدل صور، بقيت انزل لك فيديو كل يوم ازاي تقدر تجمع الكروت دي علشان تاخد ال5 مليون عمله. وبرضه بنزل لك فيديو بشفره اليوم زي ما انتم متعودين مني كل يوم. تمام. دلوقتي بسرعه هنبدا ندخل هنا وهنبدا ننزل نكتب الشفره. طبعا الشفره انا بكتبها كده قدامك وهبدا اكتبها على الصوره اللي قدامك دي. اول حاجه هنعملها نقطه شرطه شرطه نقطه، هكتب لاول حرف، بعد كده نقطه شرطه نقطه، بعد كده 3 شرط، الشرطه ضغطه مطوله زي ما احنا عارفين، وبعد كده 3 شرط تاني، وبعد كده نقطه نقطه شرطه نقطه. خلي بالك انت وانت بتعمل الشفره ممكن تكتب نقطه زياده فيقوم عايد لك كل الكلام ده تاني، فتقوم انت عامل ده تاني من الاول. تمام، علشان ما حدش يقول عنده مشكله وما بيكتبش معاه. شفره اليوم وتقدر تعمل تيك ذا برايز وتقدر تاخد المليون عمله زي ما انت شايف كده. طيب لقيت حد في الكومنتات بيسالني بيقول ان هو عاوز يزود المستوى بتاعه، يعني عاوز المستوى ده يزوده ازاي؟ من خلال العملات دي يا صاحبي. يعني انت لو جمعت العملات دي وما رحتش عملت بيها تعدين على البروفيت ده هتقدر تزود المستوى ده. يمكن حتى انا كمان بقيت اعمل ده، بقيت اجمع عملات علشان اعلي المستوى بتاعي. لو جينا دخلنا هنا على الخانه دي هتلاقي هنا بيقول لك علشان تعدي المستوى ده لازم اوصل 50 مليون، بعد ال 50 مليون هيدخلك المستوى اللي بعده. تمام، بعد كده هيدخلك المستوى اللي بعده وهكذا. وانت عاوز بقى تعدي المستويات دي يبقى تجمع العملات دي كتير قوي. تمام. طبعا لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتعمل كومنت، ولو انت جديد اشترك بالقناه علشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.